تشترك بين الاختلاف من الأيقونات ووجود البنات. أو بنشتغل البنات بقى صح. الحاجة الأولى وهي الصور والبوستات على الفيس مع الصحاب. الحاجة التانية ما بين عيد الميلاد وفرقة الاحتفال بيه. الحاجة الأولى احنا قلناها البوستات على الفيس، تلاقي البنت من دول منزلة صورة مع صاحبتها كاتبة عن قصيدة شعر كامل. أقسم بالله أجل قصيدة شعر دمت على الخيالات. إيش الحب، إيش القلب، إيش الورد، إيش مش انتي بنت كلب خلصان مع قصيدة. والله انت لو في عصر الجاهلي كنت مدمرت للمعلقة. ده اللي أعرفه. أنا بقى هناك كلام بسيط ده ما بحبش الزيت. هما 3 كلمة من 3 كلمات. الصحبة الوسخة خلصانة بشيء، كلمة واحدة بتكفي. بالنسبة للموضوع التاني هو موضوع عيد الميلاد. عيد الميلاد ده بقى مختلف تماما من الباقيين. عند البنات تنزل البنت عارفة إن عيد ميلاد صاحبتها النهاردة، تنزل بقى تبدأ إيش الهدايا وإيش التورتة وإيش المكياج ومش عارف إيه، نوبة شهيصة. الحاجة بقى اللي أنا مستغربها اللي مش عارف معناها أصلا إيه، تعمل لها سربرايز بارتي. إيه سربرايز بارتي ده؟ ده قبل اللعبة ولا بعد اللعبة؟ ما علينا. نشوف بقى الشباب بيعملوا إيه. يخش الشاب من دول على أصحابه يقول له إيه يا صاحبي أنا عيد ميلاد النهاردة، مش يعملوا عيد ميلاد؟ يقول له بس يا بابا بصوت الفهد شوية.